وفجأة كده لقيت البواب في الاستراحة بتاعته وأنا ببص عليه من الحمام وبيعمل اللي ما توقعتوش. بعد ما طلعت فوق وشافني وأنا لابسة لبس طبعا ما ينفعش إن هو يشوفني فيه، لما فتحت له الباب وأنا لسه لابسة البرنس. واللي حصل بعد كده، أهلا بيكم يا أحلى متابعين في الدنيا. قبل ما نبدأ ما تنسوش تدعموني باللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. أنا اسمي ابتسام، دكتورة أسنان، وجوزي دكتور برضه بس هو دكتور بشري. طبعا صاحبة القصة اللي بتحكي وبتقول أنا وهو عايشين في الشقة بتاعتنا في البداية، يعني في بداية حياتنا، لحد ما ربنا يعني كرم علينا وطبعا اتشهرنا كده وتعرفنا وسط الناس. وجوزي اشتغل بقى شغلانات كتيرة وكان بيسافر برا وجاب فلوس بقى كتير، يعني الأشياء بقت معدن في ايده من شغله كده. وفي الآخر اشترينا فيلا في منطقة يعني من المناطق والأحياء الراقية، وكان لازم يعني نجيب لها حد يحرسها زي بواب علشان خاطر ياخد باله منها وكده. وكان عندنا بقى ولد وبنت كانوا في الجامعة، احنا ما خلفناش غير ولد وبنت. دخلوا الجامعة وتخرجوا وكمان اتجوزوا جوزناهم، وكل واحد اتستر واستقر في بيته والحمد لله. يعني حياتي بقى مع جوزي، انا كنت بقى خلاص يعني حسيت بالتعب من كتر الشغل كده والكفاح يعني الدائم والجهاد. وجوزي في الاخر يعني قال لي اقعدي في البيت، يعني ما تجيش ولا تروحي ولا تيجي ولا تشتغلي، وحاولي ان انتي تريحي يعني شوية، وانا الفترة الجاية يعني انا اللي هشتغل فيها وانا اللي هاخد بالي منك يعني، وهعمل لك كل اللي انتي عايزاه، بس خليكي يعني قاعدة معززة في البيت وقاعدة مرتاحة. طبعا انا حسيت ان هو خايف عليا ومش عايزني بقى اتمرمط، انا كبرت شوية، مش عايزني اتمرمط اكتر من كده وارتاح بقى واقعد من الشغل وابقى معاه في البيت وكل مكان يعني اروح معاه وكده. وده اللي حصل. هو كان دايما مشغول عني لانه هو طبيعة شغله طبيب جراح، وكان يعني كان طبيب عظام، فكان بيشتغل كتير جدا. وكمان كان فاتح مستشفى استثماري هو ومجموعة من أصحابه، يعني شركة مع بعض. كمان هو بيشتغل في مستشفى حكومي وكمان بيشتغل في مستشفى كمان بيشتغل فيها برضه، وكان بيسافر كتير جدا، وده كان بيخليه يعني معظم الوقت مش موجود في البيت. طبعا هو جاب أكتر من حارس للفيلا اللي احنا قاعدين فيها، لكن كان كل مرة بيمشيه لأنه كان بيلاحظ عليه حاجات يعني كانت بتضايقه منه، يعني اللي بيجي مش ملتزم واللي بيجي مثلا بيشرب حاجات تانية أو شخصيته مش كويسة. لكن بقى جيت في مرة من المرات بقوله ان انا يعني مش حابة ان انا اكون لوحدي وانت مش موجود يعني طول الوقت برا، انا بخاف وكده، وخصوصا يعني ان الجيران والاهالي اللي حواليا اللي جنبينا يعني كانوا في مرة كده من المرات قفشوا حرامي، وده بقى خلاني خايفة طول الوقت لحد ما في يعني واحد قريبه من البلد اللي هو عايش فيها، لان جوزي كان اساسا من قرية في الصعيد، فبعتوله يعني يعرف معارف ناس هناك، بعتوله بواب صعيدي شاب كده، الولد يافع جدا وطويل كده حاجات يعني طول بعرض، من اللي هم الشباب اللي بيروحوا الجيم وحالتهم العضلية كويسة جدا حلوة جدا. جوزي قال لي اهو ده بقى اللي هينفع معانا، وهو ولد يتيم مقطوع من شجرة طبعا ملوش لا أب ولا أم، وكمان مش متجوز، وهينفع إن هو يحرسك وياخد باله منك طول الوقت لأنه بطبيعة الحال هو فاضي يعني مش وراه حاجة. بس أنا عايزة أقول لكم إن أنا يعني أنا جميلة جدا ومش باين عليا السن الصراحة، وكمان أنا كنت أصغر من جوزي برضو بكتير. المهم يعني إن هو جاب لي البواب ده، بس كنت بلاحظ إن الولد ده يعني في معظم الأوقات عينه كانت عليا، معرفش أنا كنت في الوقت ده باحس هل ده إحساس جد ولا أنا يعني إحساسي ده مبالغ فيه وده نظراته الطبيعية، بس كنت دايما بلاحظ إن هو على طول مركز معايا أو بيتكلم معايا وهو باصص لعينيا وبيبص لجسمي وحاجات كتير يعني من النوع ده. كنت لما أنزل بقى علشان أقوله أنت هتعمل إيه أو هتتعامل إزاي بقى في الفيلا كده والجنينة، يعني هتاخد بالك إزاي من الزرع ومن الأشجار، كان بيبقى معايا وحاسة إن عينيه زي ما قلت لكم كده هتطلع عليا، لأني يعني كنت من النوع اللي بروح الجيم وبحافظ على نفسي، فلسه زي ما أنا يعني كأني واحدة لسه صغيرة في الثلاثينات. أنا كنت بلاحظ ده،
ما كنتش طبعًا بارضى إن أنا أقول لجوزي لإني كنت خايفة يطرده، وفي الحالة دي لو أنا قُلت له هاقعد لوحدي، وأنا أصلًا خايفة وباترعب من الحرامية ومن اللي بيعملوه في الستات لمّا بيكونوا يعني لوحدهم في البيت، والجيران كمان كلها عارفة إن جوزي بيسافر كتير وأنا يعني بابقى قاعدة لوحدي، وأكيد ممكن يطمعوا فيّا عشان عارفين إن إحنا يا ما هنا يا ما هناك، وسافرنا يعني برّه كتير وكده. فكنت بقى باسكت وأطنّش وباقول يعني خلّيه يحرسني وخلاص مش مشكلة، مش مهم لو عينه زايغة شوية، المهم يعني أنا كنت باحاول إن أنا أقول لجوزي يقعد معايا ويدّيني حقوقي، يدّيني وقت من وقتك يعني، طَب رجّعني حتى أشتغل يعني علشان أتلهي في الشغل وكده. كان دايمًا يرفض ويقول لي: "لأ، أنا مش عايزِك تتعبي ولا تتبهدلي، أنا عايزِك تبقي هانم يعني وسِت بيت محترمة تقعدي في البيت وكل طلباتِك هتبقى مُجابة وهتيجي لِك لحد عندِك." وبصراحة ربنا هو ما كانش مقصّر معايا خالص، لا ماديًا ولا معنويًا ولا في أي حاجة، وكل حاجة كانت متاحة واللي كان بيقدر عليه كان بيعمله له، ولمّا وقته بيسمح كان بييجي. المهم كان بيسافر كتير بسبب العمليات لإنه كان بيروح يعني يعمل عمليات في دول تانية وكده، فكنت بابقى قاعدة لوحدي معظم الوقت، فكنت بقى بابقى قاعدة زهقانة باكلم نفسي، باكلم الحيطان، قاعدة قدام النت ال24 ساعة، قاعدة قدام التلفزيون، عايزة أعمل أي حاجة. في يوم بقى من الأيام كنت قاعدة زهقانة يعني ومخنوقة، فجات الساعة 22:00 قُلت كده أمّا أطلع أتمشى شوية في الجنينة وأمشّي رجلي لإني تعبت من القعدة. نزلت وكنت وقتها بقى معايا عصير، وأنا كده ماشية في الجنينة لقيت زي ما يكون حد ماشي ورايا، قلبي وقع في رجلي ساعتها وخُفت جدًا واترعبت، المهم فضلت أمشي وأنا خايفة وحاسة إن زي ما يكون في حد ماشي ورايا، فجأة كده بقى استجمعت قوتي يعني ورُحت لفيت بسرعة وبصيت لقيته البواب، فقُلت له: "إيه يا عمران أنت إيه اللي جابك ورايا كده؟ أنت رعبتني." قال لي: "لا أنا آسف يا ست هانم، أنا بس خُفت عليكِ لإني شُفتِك ماشية لوحدِك كده ولقيتِك كده شكلِك ماشية رجليكِ يعني مش ماشية على طول، ماشية مترددة، خُفت يعني تكوني تعبانة والّا حاجة." قُلت له: "لا، لا، لا ما فيش، ده أنا بس قُلت أتمشى شوية، بس أنا كنت فعلًا خايفة لإني لمحت كده حد ورايا أنت عارف إن أنا يعني باخاف من موضوع الحرامية اليومين دول." بس لا، لا ما فيش. قُلت له: "خلاص تعالَ اتمشى معايا شوية." فضل بقى هو يتمشى معايا كده في الجنينة ويتكلم معايا، وعرفت بقى عنه حاجات كتير، عرفت إن هو مش متجوز وإنه ما كانش معاه فلوس كمان يتجوز بيها، واتجوز في مرة من المرات كده جواز عرفي فترة وطلقها، وكان بيروح لها البيت يعني عندها، وحكى لي إن هو يتيم ومالوش اخوات وأبوه وأمه توفوا من زمان، وعمه هو اللي رباه ورعاه يعني، وبعد فترة عمه طرده من البيت وما بقاش له مكان، فكان بيروح يقعد عند صحابه، وكانوا صحابه يعني عاملين له أوضة قديمة كده في بيتهم، بس كانت يعني عمارة قايلة للسقوط وكده، وكان عايش فيها، وقعد يتكلم معايا إن هو مر بظروف ومراحل صعبة جدا، وفي الآخر طبعا أنا سبته بعد كلام كتير وطلعت لقيته جاي موصلني لحد باب الفيلا وكده، ولقيته كمان فجأة كده وأنا ماشية كان في زلطة على الأرض أو حاجة، فاتكعبلت كده وكنت هقع لقيته بيسندني وبياخدني في حضنه فجأة، حسيت طبعا بحاجات غريبة، حسيت بحاجات كتيرة قوي عنده وعندي، فلقيته كده عينه جت في عيني كده وأنا ارتبكت بقى ساعتها، فساعتها اتخضيت ورحت سبته وأخدت بعضي وطلعت. طلعت على طول على الفيلا، فقال لي: "تحبي أسندِك لو أنتِ يعني تعبانة وكده؟" قُلت له: "لا، لا، لأ، أنا كويسة وتمام." وطلعت على فوق وأنا مش قادرة أنسى الإحساس اللي أنا حسيت بيه. وهو يعني في حضني وكده، وقعدت طول الليل أفكر وأحاول أستوعب هو ده بجد اللي حصل ده والّا برضه لسه عندي إحساس يعني. قعدت فترة كده يعني وأنا كنت مش على بعضي ومش مستوعبة هو ده بجد والّا أنا بيتهيأ لي والّا أنا مكبرة المواضيع. المهم إن أنا بقى ما خدتش في بالي وطنشت، وعدت الأيام، وفي يوم من الأيام كان في أكل حلو كده وحلويات كنت شارياها من برّه يعني، لمّا كنت باطلع برّه كنت باشتري شوية حلويات وكده، فجه على بالي إن أنا أدّي له شوية، قعدت طبعًا أنادي عليه وأدوّر عليه ما لقيتوش، وبصيت كده على الزرع لقيته مش بيرويه، ما حدش بيرويه، الزرع مش عليه مَيّة خالص، نزلت وأنا متعصبة أوي علشان أشخط فيه وكده،
ورحت على البوابة ما لقيتوش، لسه بقى رايحة على الاستراحة وببص عليها ما لقيتوش برضو، فروحت بصة كده على الحمام، شفت منظر يا ساتر عليه، منظر طبعا مش قادرة ان هو يروح من مخيلتي خالص لما شفته واقف يعني في الحمام وقاعد بيرتاح. طبعا حاجات ما شفتهاش ويعني وزي كده هو كويس مش وحش، لكن ده السوبر ده مش عادي، لا ده السوبر عادي. استغربت وقلت في كده يعني بجد هو في كده ومعقول، وكنت مستغربة وفي نفس الوقت حاسة انه حاجة غير البشر. قعدت كده احس ان الولد ده فيه حاجة مش طبيعية، الولد ده مركز ليه وبيعمل ايه ده؟ طب ما انا ممكن يعني اكلم جوزي او اشوف جوزي واخليه يجوزه ويجيب مراته ويقعدها معانا. قلت انا هقوله الكلام ده واشوف رد فعله ايه. عملت ان انا ما شفتش حاجة طبعا وطلعت على اوضتي. وتاني يوم بقى رحت فاتحة معاه الموضوع وقلت له بقول لك ايه رأيك لما يعني نشوف لك عروسة وكده، او اخلي جوزي يشوف لك عروسة وهنساعدك في الجواز يعني وتتجوزها وتجيبها الاستراحة هنا معاك. لقيته رفض، فبقول له انت رافض ليه؟ قال لي اللي بحبها ما اقدرش اتجوزها. قلت له ايه اللي بتحبها وما تقدرش تتجوزها؟ طب هي مين دي؟ فهمني. قال لي لا لا مش دلوقتي. قلت له يعني ايه؟ مش فاهمة برضو. قال لي ما تاخديش في بالك يا هانم، انا لما احب اتجوز هبقى اجي اقولك. قلت له طيب تمام ما فيش مشكلة خالص. يعني لقيته ان هو مصمم ان هو لما يحب يعني هيقول. بس طبعا مرضتش. طبعا انا بقى مرضتش اقوله ان انا شفته بيعمل كذا وكذا وبيعمل ايه. قلت له خلاص الفترة اللي انت تكون جاهز فيها ومحتاج زوجة في حياتك كلمني. قال لي هو انا فعلا محتاج وكده بس اللي في دماغي ما تنفعش. برضه حسيت كده ان هو مش طبيعي، كأنه بيلمح وبيلقح وكده، وانا عملت ان انا بقى مش فاهمة حاجة. وهو قال لي برضه ما تاخديش في بالك، لما ابقى احتاج ان انا اتجوز هقول لكم. سيبته بقى وطلعت على فوق وما كلمتوش خالص تاني في الموضوع ده. وما كلمتش معاه مرة تانية ولا مع حد. بس قلت لجوزي في مرة كده ان هو يقوله نفس الكلام، وفعلا جوزي كلمه في الموضوع ده وفتح معاه. لكن هو أكد له إن هو مش عايز دلوقتي. اللي خلاني بقى أتأكد في مرة من المرات إن هو عايزني إن أنا نزلت كنت في الحمام يعني باخد شاور وكده، وهو طلع يخبط، كان بيخبط جامد قوي. وأنا طبعا من كتر التخبيط اتسربعت وخرجت بسرعة ولفيت نفسي كده بأي حاجة. بدأت إن أنا أخلص وكنت طبعا لسه يعني خارجة مش قوي، فخرجت بسرعة وأنا مطلوبة. فتحت له طبعا ساعتها لما شفته بدأت أزعق في وشه وأقول له هو انت لما تلاقي الباب ما بيفتحش على طول المفروض انك تستنى وتهدى لحد ما انا اجي وافتح بهدوء؟ يعني انت دلوقتي صربعتني جامد وانا كنت لسه يعني في الحمام، كنت لسه قدامه بزعق وهو كان قاعد ساكت ومركز عليا وعلى اللي انا لابساه وعلى منظري. فجأة اكتشفته وفجأة قلت له في ايه مالك؟ زعقت له وشخطت فيه. راح قايل انا اسف، انا بس يعني كنت عايزه استأذنك هروح اجيب طلبات البيت، وكنت عايزه اقولك لو انت عايزه حاجه من بره وكده. قلت له لا انا مش عايزه حاجه وشخطت فيه. وراح في اليوم ده وراح يعني مروح في اليوم ده. اتاكدت بقى ان هو فعلا عينه مني وبيبص عليا ومش سايبني في حالي. لا هو مش راضي يطلعني من دماغه، لان انا حسيت برضو ان هو مش طبيعي وحسيت بحاجات عنده برضو ما بقتش طبيعيه وكان منظره باين جدا عليه. أنا من اليوم ده طبعًا وأنا بدأت إن أنا أتحفّظ في التعامل معاه جدًا. والمهم كمان إن أنا بدأت أخاف منّه برضه لإنه الولد ده كان ممكن يعمل أي حاجة، وبصراحة في نفس الوقت هو كان عاجبني وأنا خُفت على نفسي. وكنت بقى قاعدة بيني كده وبين نفسي عمّالة أفكّر ده الولد ده أكيد ممكن يعمل يعني أي حاجة في وقت من الأوقات، يطلع لي مثلًا بأي حاجة أو يعمل معايا أي حاجة، وساعتها أنا مش هاقدر عليه ولا على تلميحاته بإنه هو يعني عايز واحدة معيّنة. كنت حاسة يعني هو بكده إن هو أكيد يقصدني أنا، فأنا ما كنتش عارفة أعمل إيه ولا أتصرّف معاه إزاي. وفي نفس الوقت هو كان عاجبني أوي، يعني عاجبني الحاجات اللي عنده والمواهب والإمكانيات دي مش كانت عند أي حد تاني، مش عند جوزي يعني. أنا باحب طبعًا جوزي، باحبه أوي وباحب علاقتي بيه وباحب اهتمامه بيّا، لكن البُعد طبعًا بيولد الجفا. وأنا قاعدة مع عمران وقت طويل وحاسة بيه وهو حاسس بيّا، وبيقرّب مني طول الوقت، وكل يوم عن اليوم اللي قبله بيقول لي أنتِ ما ينفعش تتسابي لوحدِك كده، هو البيت زي يسيبِك كده، البيت زي يبعد عنِك، وكلام من ده كتير. وطبعًا أنتم فاهمين وأنا مش عارفة أعمل إيه، وحاسة فعلًا إن أنا ممكن في يوم من الأيام أقع قدّام الغلط ده. أعمل إيه؟ وخصوصًا إن ده حصل فعلًا مرّة، وللأسف مش عايزة الموضوع ده يتكرر مرّة تانية. هتقولوا لي إزاي وحصل إيه؟ هاقول لكم. في يوم بقى من الأيام أنا كنت تعبانة جدًا وكنت محتاجة دوا يعني
هو جابهولي وبعد فترة أنا بقيت كويسة. للأسف بقى هو اتعدى من البرد اللي كان عندي وتعب، ومش بس كده لأ، ده البرد قلب على ضرسه وضرسي سخن خلاه يسخن يعني قوي، وكان لازم ان هو يتخلع. وانا كان عندي بقى بما اني دكتورة اسنان كان عندي الادوات في البيت وكده، طلبته وقلت له تعالى وجالي بالليل وخلعت له ضرسه بعد طبعا ما اديته حقنة مهدئة. والصراحة يعني اديته نص تمول علشان خاطر ان هو يتحمل الألم بتاع ضرسه، وللأسف ده كان أكبر غلطة أنا عملتها في حياتي. طبعا هو قام مش حاسس بنفسه والحاجات عنده متغيرة تماما، وقام في اليوم ده طبعا حركته وشل حركتي بعد ما ارتاح شوية من ضرسه اللي اتخلع. بعد كده بدأت طبعا انضفه، فلقيته كده قام بقوة كده وانا كنت قاعدة قدامه ومش مديه مش مدياله خوانة يعني خالص، وقاعدة وبتابع. فلقيته كده فجأة نزل وكان ومسكني كده بقوة، ولقيته داخل عليا مرة واحدة وقال لي خلاص بقى انا ما عدتش قادر، مش قادر استحمل غصب عني. قلت له مش قادر ايه يا مجنون ابعد عني. قال لي لا مش قادر بصراحة، انا بحبك من زمان وعايزك من زمان وانتي عارفة وما تقوليش ان انتي مش عارفة لان انتي عارفة كل حاجة وانا متأكد من كده. وبدأ ان هو يعني يحصل بقى تجاوزات وحاجات من كده وبدأ يتعامل معايا. وفي اليوم ده حصلت ما بينا علاقة كاملة. لما فقت طبعا من اللي انا فيه ده قمت قعدت ازعق له واشتم فيه وطرده من البيت، وهو راح على الاستراحة. وقعد تاني يوم ما بقى يحاول ان هو يخبط عليا علشان يعتذر لي ويقول لي انا اسف ومعرفش ايه اللي جرى وانا مش هعمل كده تاني. طول الليل بقى وانا كنت قاعدة بعيط وبفكر في جوزي اللي ما يستاهلش مني ابدا اللي انا عملته ده، ولا كمان سني ولا مركزي ولا وضعي الاجتماعي يسمح باللي حصل ده. رغم انه كان غصب عني لكن انا برضو شريكة في الموضوع ده، وانا برضو مش هخلي مسؤوليتي منه واقول لكم ان هو السبب، لا ده انا كمان السبب. لكن انا دلوقتي هتجنن من الاحساس بالذنب والشعور بالخطأ ناحية جوزي، وعايزة اعمل اي حاجة علشان تكفر عن ذنبي ده، وفي نفس الوقت عايزة الولد ده يمشي بأي طريقة. وبرجع برضو اخاف تاني واقول ممكن يجرالي حاجة، وطب اقول لجوزي ان انا عايزة امشيه، لكن ايه السبب اللي انا هقوله لجوزي هيقول لي اشمعنى كده فجأة عايزة تمشيه. لكن انا خلاص بقى مش قادرة اتحمل ان انا اشوفه قدامي تاني بعد اللي حصل ما بيني وما بينه. وجوده طبعا هيفضل مفكرني بكل اللي حصل بينا، ومش هقدر ان انا حتى لو فكرت ان هو يفضل لكن هو عمال يعتذر لي وبيقول لي ان هو مش هيحصل كده تاني. طبعا انا طول الوقت احساسي بالذنب بيكبر وانا مش عايزه كده، وعايزه انسى وعايزه اعدل الموضوع ده باي شكل من الاشكال. فياريت تفيدوني بدون تجريح لو سمحتم، لان انا والله يعني ما بنام من الحيره والالم والاحساس بالذنب ناحيه جوزي. لانه هو طبعا الولد ده جالي في مره وقال لي اللي انت عايزاه انا هعملهولك، انا عارف ان انا غلطان وحقك عليا وما تزعليش مني، ابوس دماغك وابوس رجلك ما تزعليش مني. وترجاني يعني ان انا اسيبه من هنا، ان انا مش يعني اسيبه يعني مش همشيه، ووعدني ان هو مش هكرر ده تاني، وقال لي انه ده غلط مني ومش هكرره واعتبريه مش حصل، وانا هنسى ومش هجيلك ناحية الفيلا ولا ههوب ناحيتها ابدا مهما حصل ومهما كان ومهما كان درجة تعبي، ولا هجيلك ولا هحتك بيكي خالص. بس يا ريت تسيبيني هنا، انا مش ليا مكان اروحه ولا ليا اهلي يسألوا عليا. فانا مش عارفه بقى اسيبه وما اتكلمش واعدي اللي كان، ولا الموضوع ممكن يحصل ولا ايه بالظبط. يا ريت تفيدوني بدون تجريح. ما ينفعش طبعا انا هرد عليكي وطبعا برضو المتابعين هيردوا عليكي، بس ما ينفعش طبعا بعد اللي حصل ان انتي تديله يعني تديله يعني امان باي حال من الاحوال. هو بيقولك كده على اساس ان هو يعني يكررها معاكي تاني وتالت وعاشر، اللي زي ده ما بيبقاش له اي امان ولا له كلمة، وانتي غلطانة من الاساس ان انتي اصلا يعني امنتي له قوي ودخلتيه البيت كده. غير ان هو انتي كمان يعني مش هنكدب على بعض، انتي كان عندك نسبة اعجاب بيه وهو انشغال يعني، وكمان جوزك مشغول عنك وكده، فانتي سبتيله الباب مفتوح وانتي كنتي مبسوطة باهتمامه بيكي. انتي ممكن تكوني ما كنتيش عايزة الموضوع يعني يوصل لحد كده، لكن انتي كان في بالك المواب ومعجبة بيه وباهتمامه بيكي وبانه لسه صغير وبيفكر فيك. وطبعا هو استغل ده كويس جدا، واكيد انتي بتديله فلوس كتير جدا، يعني اكيد بتديله فلوس اكتر من الفلوس اللي كان جوزك متفق معاه عليها يعني. فانت كده طمعتيه فيكي قوي. ده غير كمان ان هو شافك صيدة سهلة، ست حلوة وشيك واخدة بالها من نفسها وكمان قاعدة
لوحدها ومعاها فلوس، فقالت ما اشتغل عليها شوية. منها مزاج ومنها فلوس ومنها أكل ومنها نومة، زي ما بتقولي ملوش أهل طبعا ولا له مكان يعيش فيه، فانت بالنسبة له منافع من كل اتجاه، يعني مش حب ولا إعجاب ولا الكلام اللي هو يعني بيهبدوا عليكي، لأ ده كلها اشتغالات وكلها مصالح مش أكتر. فانت كده ارفديه من دلوقتي، ومفروض ان هو كان يترفد في نفس اليوم، ما تسيبوهوش معاكي ولا ثانية واحدة. والناس يعني البوابين واللي محتاجين شغل كتير جدا، وجوزك يعني يقدر، يعني زي ما جابلك واحد من البلد يقدر يجيبلك 10. ويا ريت كمان اشترطي على جوزك انه المرة الجاية لما يجيبلك واحد يجيبه بمراته وعياله، لان دول اهم حاجة. في نفس الوقت هيقعدوا معاكي طول الوقت ويونسوكي، وفي نفس الوقت تكسبي ثواب فيه وفي عياله. وان شاء الله برضو ربنا هيكفر عنك اللي انت عملتيه. ويعني ان شاء الله يعني نتمنى ان المتابعين على القناة برضو يشاركونا برأيهم في حكاية المدام ايناس اللي بعتها لنا على القناة، وياريت برضو تقولوا لها بدون تجريح تعمل ايه وتتصرف ازاي.